الحوار الوطني برضو مهم جدا، ان يعني بيبقى شورى بين الشعب، وفي نفس الوقت بيبقى يعني يؤصل الترابط بين الشعب المصري ويدعم الدولة، ويعني الأمور تبقى أكثر وضوحا. كيف ترى الحوار الوطني ودوره في دعم الدولة؟ الحوار الوطني من أهم آليات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخليني أقول الدولة المصرية، وصدق الدولة المصرية وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي. وليه بقول صدق هنا؟ لأنه الحوار الوطني ده هذا ما كان يتحدث عنه الرئيس منذ البداية، عندما كان يتحدث على فترة سابقة أيام الإخوان، لما هو طرح عليهم التحالف الوطني والحوار الوطني، وإن احنا نعمل حوار مع الشعب. هنا الرئيس بيثبت إنه في أزمة، يعني ازمات متنوعه، ممكن تكون مش يعني مش ازمات داخليه يعني مصطنعه، ولكن هي ازمات خارجيه دخيله على الشعب المصري. ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك الشعب. ده بيعبر عن شفافيه كبيره جدا. ده بيخلينا نقول ان دي برضو واحده من اساليب القوى الناعمه الكبيره. الحوار اللي بيحدث على مستوى كل القوى السياسيه، الرياضيه، الثقافيه، الاجتماعيه، على مستوى الشعب المصري، ده مهم جدا، لانه بيخلق ترابط اجتماعي، بيخلق حوار يعني شعبي متميز جدا. يعني زي ما بيقولوا بيخلق نوع من انواع الدبلوماسيات الاجتماعيه اللي بتعمل ترابط وبتخلق حلول ذاتيه من خلال المجتمع. الرئيس بيحاول يشوف المجتمع ممكن يكون عايز يحل المشاكل بتاعته ازاي.